كابتن إسماعيل يوسف بيدلي بتصريحات نارية اليوم على قناة اون تايم سبورت. في بداية الفيديو بعد إذن حضرتك كل اللي محتاجه من حضرتك إنك تدعمني وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات. كابتن إسماعيل يوسف النهاردة ادى بتصريحات وأشاد بصورة ميدو والخطيب. طب أنا قعدت أفكر، آه، يعني الله، طب هو إسماعيل يوسف كان موجود وعضو مجلس إدارة مع الأسد ولا ما كانش موجود؟ أما أتأكد كان موجود. طيب في الخمس ست سنين اللي فاتوا كان بيقول الكابتن إسماعيل يوسف هذا الكلام ولا ما كانش بيقول؟ ما كانش ما يقول. طيب بيقول بعد الفترة الماضية محتاجين هدوء، معناها إن الفترة الماضية كانت مولعة وهو كان شريك بالولعة. طب هو كان شريك بالولعة بعدين ربنا هداه، ولا ما كانش شريك في الولعة بس ما كانش يقدر ينطق، ولا كان شريك في الولعة وعامل نفسه مش عارف، ولا ما كانش شريك في الولعة وعامل نفسه مش شايف، ولا ما كانش فاهم؟ انهي اسماعيل يوسف اللي اتكلم عنه؟ اسماعيل يوسف اللي قعد 6 سنين يشوف الولعة والحريقة وما يتكلمش، ولا اسماعيل يوسف اللي بيطالبنا دلوقتي بضبط النفس والعودة الى الهدوء؟ والهدوء على فكرة دي مش ميزة، احنا بنطلب الوسط الرياضي يمتاز بيها. الهدوء ده مفترض يكون موجود في كل حاجة، انك تتعامل مع كل شيء بالهدوء. اصل الهدوء يعني ايه؟ الهدوء ده من الصفات الانسانية، انك تتعامل بعقلك مع كل حاجة، ان يكون عندك تسامح في كل حاجة، وانك تبقى انسان طبيعي في كل حاجة. مش انك تبقى راجل، يعني تخيل انك لما تنقض على اللي قدامك تبقى انت البطل وتبقى انت الناس تهتف لك. لا، هتبقى نهايتك اهو، قاعد في البيت، مش عارفين طبعا اقول لكم الكلام اللي هقوله ده. قلت لازم اجي اتكلم على هذا التصريح لانه هذا بصراحة هو في بطوله سليم، يعني كابتن اسماعيل سليم 100%. بس لما يخرج من اسماعيل يوسف بالذات بعد صمت 6 سنين بعد ما هذه كانت بتحصل على الميديا بتاعته، انا بتكلم بصفة عضو مجلس ادارة سابق يعني، وتصريحات كانت عنيفة جوه النادي وتصريحات كانت عنيفة من جوه النادي. الكابتن ما كانش بيتكلم. مصطفى محمد عمل تويتة كده، او على الواتساب، مش عارف هو عمل حاجة كده، مش عاجبه التصريحات اللي خرجت من النادي. طب ايه هي التصريحات اللي خرجت من النادي؟ مصطفى محمد عايز يحترف وهو عنده طموح زي اي لعيب بيظهر وبيتألق. واحنا عندنا مشكلة في مصر حقيقية، يعني لازم كلنا ناخد بالنا منها. انا بتكلم كلنا كمسؤولين في الكورة يعني، او مسؤولين جمهور، يعني مسؤول عليك واجبات انك تعملها. ان احنا يبقى عندنا مصيبة على راسنا زي محمد صلاح، مصيبة حلوة. كل لعيب بيظهر ويتنجم ويكسر الدنيا، هو عايز يروح اوروبا عشان يفضل زي محمد صلاح. شايف لعيب كده اهو العالم يقول واو، ايه ده لعيب. مش هنا بس الجمهور المصري، مش بس الزملكاويه يقول ها مصطفى محمد، يعني ولا الاهلاويه برضو يقول ها النجم رحل. لا، غير كده خالص. ده مو صلاح بيعملها كده بالانجليز والاسبان والطهاينه والصينيين واليابانيين والهنود والبرازيليين والتشيليين والجزائريين والهولنديين والاستراليين والاماراتيين وكل العالم بيغنوا لمحمد صلاح مو صلاح. طيب مصطفى محمد بيقول لك طب انا راجل جاي من نفس القيمه متالق ومكسر الدنيا. وبصراحه يعني مصطفى محمد ما ننكرش متالق وبيجيب اجوان حلوه بصراحه، يعني هو مش بس هداف، هو بيخطف اجوان، لا ده بيجيب اجوان حلوه كمان، اجوان غريبه. يعني الكره اللي جابها في شريف اكرامي مش اي حد يجيبها. في بيراميدز الكره اللي يحطها من على السكس يارد بعكس اتجاه شريف بالرد الفعل ده بالشكل ده، مش اي مهاجم يعني، مش لطش على فكرة، بس هو مصطفى محمد من اللعيبة الممتازة يعني. الكرة اللي جابها في المقاولين في ابو السعود لما اتمطح كده وفوت الكورة، بصراحة
مصطفى محمد. مش اي حد يعمل اللي هو بيعمله يعني. طيب عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده يا حبايبي، ما تنسوش اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.